السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد صابر ارتست، ودلوقتي هنبدأ في اولى دروس كورس الاساسيات. طبعا برنامج الفوتوشوب اللي ما يعرفوش هو برنامج من اقوى برامج التصميم والتعديل على الصور، وهو برنامج مجاله مفتوح جدا ونقدر نستخدمه في مجالات كتيرة قوي. برنامج الفوتوشوب عمره 14 سنة. كان في الاول مجرد مخزن للبروفيسور الامريكي جنيل كنول. الراجل ده كان بيحب التصوير جدا، وكان عنده ولدين اسمهم توماس وجون. عملوا اول برنامج اسمه ديسبلاي سنة 1987. بعد كده البرنامج بقى اسمه ايميج برو. بعد كده ادوب اشترت منهم البرنامج ده سنة 1989 واصدرت اول نسخة للويندوز بتاع الكمبيوتر سنة 1994. النهاردة هنبدأ نتكلم عن الفوتوشوب شوية. اللي احنا شايفينه قدامنا ده اسمه ساحة العمل، اللي احنا بنبدأ فيها المشروع بتاعنا او الفايل اللي احنا بنأسسه. اللي عندك فوق ده اسمه المنيو بار، اللي تحتيه بالظبط ده اسمه الاوبشن بار، اللي عندك على الشمال دي اسمها التولز بوكس او التولز بار، اللي عندك على اليمين دي اسمها البانلز اللي هي لوحة التحكم. طيب خلينا نبدأ الاول نتعلم ازاي نعمل فايل ونأسس مشروع من البداية. هنروح اول حاجة لقائمة فايل ونيو. نقدر نجيبها بطريقة اسهل من كده ندوس كنترول ان، هيظهر لي الشريطة دي. اول حاجة ظهرت لي نيم، بيقول لك ايه اسم المشروع. هنسجله اي اسم وليكن مشروع مثلا. عندك بعد كده البريسيت اللي هو الضبط الآلي. الفوتوشوب مديك شوية مقاسات تقدر انت تستخدمها، وطبعا المقاسات دي معروفة ومشهورة جدا زي اليو اس بيبر او الانترناشونال بيبر اللي هو فيه الاي 4 والاي 6 والاي 5 والاي 3 والبي 5 وهكذا. نيجي بعد كده احنا عامة هنخليه كاستم علشان هنشرح من خلاله. اول حاجة بيقولك الوايد العرض، بيقولك انت عايزه بالبيكسلز ولا الانشز ولا السنتيمترز ولا المليمترز ولا البوينتس ولا البيكاس. طيب احنا عادة بنستخدم يا اما البيكسلز او السنتيمترز. طيب البوينتس والبيكاس انا مش عايز اشتتك بيهم دلوقتي، لان البوينتس وحدة قياس للبيكاس والبيكاس وحدة قياس للانشز. طيب انا هشرحها لكم من خلال صور هتفهموا بيها اللي انا قصدي اقوله. اول حاجه عندنا اللي هي البيكسلز، دي اللي هي وحده قياس الفوتوشوب اللي احنا عارفينها طبعا. واول ما هنفتح المشروع هوريك من خلال المشروع فين البيكسلز. تاني حاجه الانشز اللي هي البوصه. طبعا لو احنا بنعمل تصميم لعرض شاشه كمبيوتر مثلا او تصميم موبايل بنقدر من خلاله نحدد البوصه. تمام. نيجي بعد كده السنتيمتر والمليمتر طبعا عارفينهم. عندك بعد كده البوينتس والبيكاس، دول وحدتين قياس للانشز. هوريها لك من خلال الصوره دي انشز، واحد بوصه. الواحد بوصه بيساوي 6 بكاس. الواحد انشز بيساوي 6 بكاس. عندك الواحد بكاس بيساوي 12 بوينتس. طبعا انا مش مطالب تعرفهم خالص، انت ممكن اللي يهمك في الموضوع ده كله هو الانشز بس. ما علينا، احنا بنستخدم البكسل لو هنعرض مثلا تصميم بمساحه معينه على شاشه الكمبيوتر. اما لو في مساحه محدده لتصميم بانر او تصميم بروشور او غيره بنقدر نستخدمه من خلال السنتيمترز. تمام. نيجي بعد كده للهاي الارتفاع، نفس الكلام بنختار. طب احنا هنخلي دول مثلا الوايد مثلا 1500 والعرض مثلا 900. بيقول لك بعد كده الريزوليوشن هو جوده الصوره. طبعا لو انت هتستخدم التصميم ده في طباعه هتخلي الريزوليوشن 300. لو هتستخدم التصميم ده كعرض على شاشه الكمبيوتر هتخلي الريزوليوشن 72. طيب نيجي بعد كده للكالر مود. الكالر مود هو نظام اللون اللي انت بتشتغل عليه. الار جي بي، الار اللي هو الريد، الجي اللي هو الجرين اللي هو الاخضر، البي اللي هو البلو اللي هو الازرق. طبعا الار جي بي هي الالوان الطبيعيه اللي احنا بتشوفها عندنا على شاشه الكمبيوتر. في الوان تانية زي السي ام واي كي. لو احنا هنستخدم التصميم ده هنطبعه هنستخدم سي ام واي كي. اما لو هنعرض التصميم ده على شاشه الكمبيوتر هنخليه ار جي بي. تمام. السي ام واي كي، سي اللي هو السيان اللي هو اللون السماوي، الام اللي هو الماجنتا اللي هو اللون البنفسجي، الواي اللي هو اللون الاصفر اللي هو اليلو، الكي اللي هو البلاك. وطبعا كي كانت بحرف الكي وما بقتش بي علشان ما يحصلش لبس ما بين الار جي بي والسي ام واي كي. طيب الجري سكيل
اللي هو اللون الابيض والاسود. لو انت عايز تخلي نظام الالوان بتاعك ابيض واسود بس، بتخليه جراي سكيل. تمام. عندك بعد كده الباك جراوند، بيقول لك انت عايز الباك جراوند بتاعك لونه وايت اللي هو اللون الابيض، ولا عايز باك جراوند كلر اللي هو اللون الخلفي. ده اللون الخلفي اللي هو اللون الاسود اللي ورا ده، وده اللون الامامي، ده الفور جراوند كلر اللون الامامي، وده الباك جراوند كلر اللون الخلفي. تمام. ولا عايز التصميم بتاعك ترانسبيرنت اللي هو اللون الشفاف. طبعا احنا هنخليه وايت عشان هنشرح عليه. وبعد ما خلصنا الاعدادات دي نقدر نسجلها بحيث لو احتاجناها تاني نلاقيها عن طريق سيف بريسيت، وادوس اوكي. طبعا هلاقيها هنا موجوده لو انا احتجتها، هدوس اوكي. اول حاجه هنبدا بيها الشرح ان شاء الله هي اداه الموف. قبل ما نخش على اداه الموف لازم نعرف حاجه مهمه جدا، ان احنا لما بندوس على اي اداه بتظهر لنا اعدادات هنا في الاوبشن بار، بتتغير مع كل اداه. يعني مثلا لو جيت وقفت عند اداه الريكتنجل مارك تول هلاقي ان الاعدادات بتاعت الاوبشن بار بتاعتها اتغيرت، وهكذا مع كل اداه. نرجع لاداه الموف. واداه الموف ليها 3 مميزات. اول حاجه ان احنا نقدر نجيب اي حاجه خارج المشروع وندخلها جوه المشروع. ازاي الكلام ده؟ عن طريق ان احنا بنروح فايل وندوس اوبن. ممكن نجيبها بطريقه اسرع ان احنا ندوس كنترول او. احفظ معايا الاختصارات عشان هتفيدك قدام ان شاء الله. هختار مثلا الصوره دي، وانا على اداه الموف هسحب الصوره دي كده واروح عند الفايل هنا واروح سايب، هلاقي ان الصوره نزلت. تاني ميزه ان انا اقدر احرك اي حاجه داخل المشروع. تمام. قبل ما نتكلم عن تالت ميزه اللي هي الاوتو سيلكت، هنتكلم عن الليرات. والليرز هي عباره عن طبقات. انا عايزك تتخيل الموضوع معايا على انه ورق، اللي ورا دي ورقه واللي فوقيها دي ورقه برضو. لو جيت مثلا انا ضفت على الورقه دي شخبطه وجيت حاولت احرك كده هلاقيها اتنقلت بالشخبطه. طيب لو عايز ارجع بحاجه عملتها بدوس كنترول زد، لو عايز ارجع خطوتين لورا او اكتر من خطوه بدوس كنترول الت زد. طيب انا دلوقتي عايز اضيف لير، اضيف طبقه جديده او ورقه جديده. هنا ضاف لي لير. لما ضفت لير لو جيت ضفت شخبطه مثلا كده وجيت احرك هلاقي ان الشخبطه بتتنقل لوحدها لانها في لير لوحدها. تمام. هنيجي نحذف دي. طيب حاجه كمان لازم نعرفها عن اللايرز، لو انا دلوقتي عندي طبقه موجوده وعايز اضيف نسخه تاني من نفس الطبقه، ممكن اسحبها كده واروح عند نيو لاير واسيب، هلاقي ان هو ضاف لي نفس النسخه من نفس اللاير اللي موجود قدامي. لو جيت حركت كده هلاقيهم 2. طيب حاجه كمان ان انا لو جيت عايز اعمل دبليكيت او نسخ لنفس الصوره تاني بطريقه تانيه، ممكن عن طريق ان انا بدوس كليك يمين واروح لدبليكيت لاير وادوس اوكي. هلاقي ان هو ضاف لي لاير تالت برضو بنفس الطريقه. طيب ممكن اضيفها بطريقه اسرع من كده واسهل من كده، ودي الطريقه اللي انا بشتغل بيها على طول اللي هي كنترول جي. كنترول جي بيعمل لي دبليكيت لللاير. طيب انا عايز احذف الكلام اللي انا عملته ده، يا اما عن طريق كيبورد بدوس ديليت بيمسح اللايرات، او ممكن عن طريق السله اللي تحت دي بشد اللاير كده واسيبه عند السله هلاقي اللاير اتحذف. طيب هنلاحظ حاجه مهمه جدا، ان احنا لما نزلنا الصوره دي على الفايل ظهر لي 4 اضلاع. طبعا ده عشان انا مفعل شو ترانسفورم كنترولز. اما لو جيت شلت علامه الصح من عليها كده هلاقيها انها اختفت. طب دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان انا ممكن اجي من عند الكورنر كده واجي اروح مصغر او اكبر الصوره. طيب انا لاحظت ان الصوره بتكبر وتصغر بطريقه عشوائيه، انا ممكن اكبر واصغر وانا حافظ نفس الابعاد عن طريق ان انا بدوس على الكيبورد على شيفت واكبر واصغر. هلاقي ان الابعاد الطول والعرض ثابتين وانا بكبر واصغر، ما بيبوظليش الصوره. تمام. حاجه كمان ان انا ممكن ادور الصوره. تمام. لما باجي ادور الصوره كده الصوره بتلف حوالين السنتر. السنتر ده لو انت مش شايفه، تمام، السنتر ده لو جيت انا نقلت السنتر هنا وحطيته هنا وجيت ادور كده لان هو بيلف حوالين السنتر مش بيلف في نص الصوره. تمام. احنا عاده بنخلي السنتر ده كده. تمام. هنيجي نرجع باللي احنا عملناه. تاني حاجه لما باجي ادوس كليك يمين
اول حاجه الفري ترانسفورم دي اللي احنا لسه كنا قايلين عليها، اللي هي تكبر وتصغر، ونفس الكلام السكيل. عندك بعد كده الروتيت، لو جيت دوست عليها كده لان هو بيدور لي الصوره بس، لو جيت احاول اعمل اي حاجه غير التدوير في الصوره مش بيحصل. نيجي بعد كده ارجع على اللي انا عملته، لو جيت دوست كليك يمين ورحت عند سكيو اللي هي انحراف او ميل، لو جيت حاولت احرك اللاير كده هلاقي ان هو بيروح بميل معايا زي ما انت شايف. تمام، هاجي ارجع، ده السكيو. عندك بعد كده الديستورت، والديستورت هو الانعجاج. وتقدر يعني انت لو مثلا عايز تجيب منظور معين للصورة وليكن مثلا كده، او عايز الصورة تبص من منظور معين كده، بتقدر تتحكم فيها، غير اللي احنا هناخدها دلوقتي دي اللي هي البرسبكتيف. البرسبكتيف هو منظور من زاوية معينة. يعني انت لما بتدوس على البرسبكتيف دي كده وتيجي تحاول تغير في حجم الصورة، هتلاقيه بيروح بنفس الابعاد ما بتتغيرش. ممكن بس بيحفظ الابعاد، ان هو مثلا لو دي حيطة هتلاقي ان الحيطة معاك مظبوطة. تمام. اما الديستورت هو حر، بيقدر يجيب لك منظور بس بحرية اكتر. نيجي نرجع عن اللي احنا عملناه، نيجي ندوس كليك يمين ونروح عند وورب. الورب دي بتعمل لك شبكة. الشبكة دي انت من خلالها بتقدر تحرك البكسلات من جوه، يعني تقدر تكبر او تصغر حاجة معينة من داخل الورب زي ما انت شايف كده. تمام، هاجي ارجع عن اللي انا عملته، نيجي تاني ندوس كليك يمين، هنلاقي روتيت 180 درجة. لو دوست عليها لان هو بيدور لي اللاير اللي انا واقف عليه 180 درجة، اجي ارجع ودوس كليك يمين تاني، هلاقي في روتيت 90 درجة سي دبليو، ده بيدور لي الصورة 90 درجة من ناحية اليمين. هاجي ارجع، ممكن ادوس كليك يمين وادوس روتيت 90 درجة سي دبليو، ده بيدور لي الصورة 90 درجة من ناحية الشمال. طيب لو جيت دوست كليك يمين ورحت عند فليب هوريزونتال، فليب هوريزونتال ده بيعكس لي الصورة عكس الاتجاه. يعني هو مثلا لو باصص كده وجيت دوست انا فليب هوريزونتال، هلاقي ان الصورة اتعكست. لو تاخد بالك فوق من هنا، هدوس تاني عليها فليب هترجع، وهكذا. طيب لو جيت دوست فليب فيرتيكال، ده بيعكس لي الصورة لتحت زي ما انت شايف كده. ادوس كنترول زد وارجع. طيب هلغي اللي احنا عملناه. كل اللي انا هعمله بس دلوقتي ان انا هصغر اللاير عشان اعمل منه كذا نسخة. ندوس كنترول جي واطلع لاير، وادوس كنترول جي اطلع لاير. تمام. لو جيت اتنقل على اي لاير تاني هلاقي ان هو مش بيروح عليه، لازم اروح عند قائمة اللايرات واقف كده على اللاير واحركه. اما لو جيت احرك اللاير ده مش هيتحرك. ليه؟ علشان انا مش مفعل تالت ميزة من مميزات اداة الموف اللي هي الاوتو سيلكت. عندك فوق في الاوبشن بار، تمام، الاوتو سيلكت لو جيت عملت عليها علامة صح كده واجي اتنقل ما بين اللايرات هلاقي ان هو بيتنقل عادي. ممكن اجي احرك ده واجي احرك ده كده زي ما انت شايف. تمام، هو ده الاوتو سيلكت، بقدر اتنقل ما بين اللايرات بحريه. تمام. طيب لو جيت عملت كده تحديد على كل اللايرات هلاقي ان هو عمل لي تحديد تحت في قائمه اللايرز على كل اللايرات اللي انا محددها. طيب نيجي نخش نكمل اعدادات الاوبشن بار بتاعت اداه الموف. هنلاقي ان هنا عندنا 6 الاين و6 ديستريبيوشن. الالاين اللي هو المحاذاه. يعني انا لو جيت مثلا اخترت الاين توب ايدجز هلاقي ان هو بيعمل لي محاذاه، بيحاذي اللايرات بحسب اعلى قيمه. طيب انا هخلي فيه لاير طويل عشان نعرف فين اعلى قيمه. طبعا هو ده اعلى قيمه في اللايرات، اطول حاجه او اول لاين بيقابله السلكت. تمام. لو جيت دوست الاين توب ايدجز هلاقي ان هو هيحاذيهم لي كلهم بحسب اعلى قيمه. طيب اجي ارجع كنترول زد، لو جيت اخترت الالاين فيرتيكال سنترز هلاقي ان هو بيحاذي لي اللايرات بحسب اللاير الوسطاني اللي هو ده. لو جيت دوست عليها كده
هلاقي انهم كلهم نزلوا جنب بعض بحسب اللاير اللي في النص. لو جيت دوست كنترول زد ورجعت ونيجي نروح عند الالاين بوتوم ايدجز، هلاقي ان هو بيحزل اللايرات بحسب اقل لاير فيهم. هاجي ارجع كنترول زد. لو جيت رحت عند الالاين ليفت ايدجز، هلاقي ان هو بيحازي لي اللايرات محاذاه طوليه من ناحيه الشمال. تعال نشوف. هندوس كنترول زد ونرجع. طيب لو جيت دوست على الالاين هوريزونتال سنترز، هلاقي ان هو بيحازي لي اللايرات محاذاه طوليه من ناحيه الوسط زي ما انت شايف كده. نيجي نرجع كنترول زد. ممكن نحازي الليارات عن طريق الالاين رايت ايدجز محاذاه طوليه تمام من ناحيه اليمين زي ما انت شايف. نيجي نرجع نيجي بعد كده للديستريبيوشن، والديستريبيوشن اللي هو المساواه. وطبعا اهم حاجه عندنا اللي هم الثلاثه التانيين دول في الديستريبيوت، لان دول بقدر استخدمهم مثلا لو انا بعمل نتيجه او بعمل حاجه عايز نسب متساويه ما بين كل لاير ولاير. مثلا انا لو عملت كده محاذاه، المسافه ما بين اللاير ده واللاير ده مش زي بعض. لو جيت دوست كده من عند ديستريبيوت ليفت ايدجز، هلاقي ان هو سوالي اللايرات جنب بعض. طب اجي ارجع، لو جيت غيرت كده وجيت حددت عليهم كلهم واخترت الالاين، هلاقي ان في مسافه هنا اكبر من مسافه. لو جيت مثلا من عند ديستريبيوت رايت ايدجز، هلاقي ان هو برضو سوالي المساحه ما بين اللاير واللاير، وهكذا في الديستريبيوت التانيين. كان معكم محمد صابر ارتست، والنهارده كان اول درس من دروس كورس الاساسيات. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.